صحة شريبتكم حبوباتي، وينكم توحشتكم. جيتكم اليوم بأبا دبارة. حبيت نحضر معاكم الطابونة، خبز الطابونة لهنا ميمتي ربي يفضلها لي. حطت سميد، زدت عليه شوية زيت زيتونة تبسس فيه بيه، شوية ملح شوية سكر، وباقي تبسس في السميد الرطب بالزيت بالباهي. ديجا كيما تراو باقي حطته في آنية كبيرة، وحطت السميد متاعها وباقي تبسسي في الزيت، وحطت فيه الملح وحطت فيه شوية سكر. لهنا زادت كعيب عظم باش يجي الخبز الطابونة متاعي يتنفش، وزادت لفاح متاع ديجا حاطة السينوج، وباش تزيد من بعد البسباس والحبة حلاوة. ديجا طريقتها هي في الطابونة هذه حبيت نبارطاجيها معاكم، بحكم الطابونة مش هي في سيدي رمضان ربي يحيينا بخير. لهنا زادت ديجا كيما تراو البسباس والحبة حلاوة عوينهم، وزادت الخميرة متاع الخبز. لهنا دفينا الماء سخون، عملنا كسرونه فيها طرف ماء سخون، وباش نعجنوا بالباهي بالماء الدافي اللي نتحصنوا على العجينه متماسكه. لهنا العجينه نتاعنا ما تبداش شايحه نقصه ماء، وما تبداش طريه، ونحطوها من بعد تخمر على جنب. ديجا كيما باقيين تشوفوا لهنا. وديجا باش نعملوا مع خبز الطابونه باش نعملوا مرقه جلبانه بالدجاج. ديجا شهوتنا احنا هذه، خاطر عندها بن مرقه جلبانه وميمتي عالميه بنينه برشا. هنا باقي كيما تشوفوا تعجن فيها بالباهي بيديها. تعجنها بالباهي تدعكها بالباهي، خاطر اذا كان ما تبداش معجونه وتبدا ناقصه ماء ما تخمرش وما تجيش حتى الخبزه متاعنا باهيه. وبالنسبه للعظيمه كيف زدناها باش تجي الخبزه اكثر منفجه وهشوشه. هذه طريقتها في خبز الطابونة، ربي يفضلها لنا. ونحب دعمكم خاصة في الفيديو هذا، خاطر بارتاجيت معاكم طريقة إعداد الطابونة طريقة أمي. لهنا نحضر في مرقة الجلبانة قصيت بصيلة جويدة مع شوية زيت زيتونة مع شوية ملح، حطيتهم على نار هادية باقيين يتقلوا كما باقيين تشوفوا. لهنا اختي حضرت البات متاع الشاباتي متاع المهديه، حطت رطل سميد رطب، عليه شويه ملح، عليه شويه سكر، عليه حكايه نص كيس زيت زيتونه، بسيتها بالباهي بزيت زيتونه، ومن بعد عجنتها بالماء. كما باقيين تشوفوا العجينه متاعي لازم تكون متماسكه، لا هي شايحه ولا هي جاريه. باهي لهنا بعد ما تقلت البصيله متاعي زدت عليها مغرفتين طماطم حكه سيكام، وقليتها بالباهي كما باقيين تشوفوا لهنا. نخلي الطماطم متاعي هذاك يتقلى بالباهي فك البصل وك الزيت وكل. لهنا كي زادت الفلفل الأحمر. أمي عندها طريقة في الصيف تشري طماطم وتشرحه وتعمل فيه الملح وتنشرف في السطح في معناها فوق قطنية نظيفة، ومن بعد تشيحه كيف البودر نطيبوا بيه في المرقة، ونطيبوا بيه في المقونة بصاصة يجي على ما بالنا. لهنا كي الفلفل زاد هذاك الفلفل الزينة اللي هو عملته زاد دياري صنع ايديها هي هذاك. لهنا قليت هم الكل بالباهي مع بعضهم، ومن بعد مرقت كيما تشوفوا بالماء سخون باش في ساعه الجلبانه نتاعي تطيب. خاطر من ليزاستيوس اللي تخلي الماكله بنينه هي المرقان بالماء سخون، خاصه كي تبدا فما تقليه. اذا كان تقلي في حاجه لازم تمرق ديما بالماء سخون، خاطر كي تمرق بالماء البارد تجي الماكله باسله، اما كي تمرق بالماء السخون. لهنا ديجا عبيت الكميه نتاع الماء نتاعي مريقله، وديجا باش تشوفوا لهنا رميت الدجاج نتاعي سكالوب وفخوضه رميتهم. لهنا باش نعمل معاكم كعبه يا جاتو نتاع الفورمه اللي هي الجاتو نتاع الزمن الجميل. شتيتا قلت له امي الليله باش نطيب خبيزه جاتو نتاع قبل، عملت 4 كعبات عظم عليهم كاسي نفس كعبه ياغورت، الكيله نتاع كعبه ياغورت عملتها زوز سكر، عليهم واحده سكر فانيليا، عليهم عليه كويس زيت قطانية نفس الحكاية زي بكعبة الياغورت، عليهم 10 قارص باش نحي الزفورية متاع العظيمة، ومن بعد زدت عليهم ثلاثة بوتيت متاع ياغورت فارينة وباكو خميرة فورية. ديجاكم باقيين تشوفوا لنا كيفاش باقي نخلط فيهم بالباهي معاكم، ولازم نخلطهم بالباهي بالفوي باش يتخلط المزيج متاعي.
وديجا من بعد خبز الجاتو هذه باش نعمل لها شحور سخون. ديجا عملت معاكم قبل الشحور اللي هو كيلتين سكر عليهم كيلو ماء. كيف نحس الشحور متاعي اخثار شويه بدا يتلصق في يديا، نزيد عليهم شطر قارصه يجيني الشحور السلامبي متاعي مريقل. لهنا كيما وريتكم ديجا هاوني كعبة الياغورت اللي كيلت بها. حطيت كعبة ياغورت عليها 4 كعبات عظم، عليها 1 سكر فانيليا، عليها كيس حكار نبيدو هو متاع يعني واحدة كعبة ياغورت معبية زيت، كعبتين معناها كلتين متاع الياغورت سكر. من بعد زدت عليها 3 فرينة وواحدة خميرة باتيسير اللي وريتها لكم. خلطهم ديجا في معناها في البول هذيك بالباهي بالفوات. لهنا دهنت الفورمة متاعي كما تشوفوا الفورمة القديمة، أمي عندها سلامبي واحدة قلت خلنا نعمل بها خبيزة جاتو. لهنا دهنتها بالباهي بالزيت القطانية ورشيتها بالفرينة باش ما تشدليش الباطة متاعي. ديجا كيف معناها حكت اللي لجناب هبط خبز الجاتو متاعي. لهنا رميت الجلبانة متاعي كما باقيين تشوفوا، وبقيت تغلي الجلبانة متاعي بقيت تطيب على نار هادية. لهنا باش نعمل معاكم قرون المحشي. باش نطبخ اسكالوب في الزيت، في شويه كركم، في شويه ملح، في سنين ثوم، في بصل، هكا تقلي هذيك كيما اللي عملتها مع الطاجين اسكالوب. من بعد باش نقصوا جويد. لهنا عملت سلطه تونسي أتم معنا كلمة طماطم فقوس فلفل بصل معدنوس. جوست الحاجة الوحيدة اللي زدتها هي البسباس. حبيت معناها خاطر البسباس من الحاجات اللي باهية الحق في للمعدة في سيدي رمضان. لهنا الخلوط متاع الكفتة هو بيدو ديجا ما زدت عليه حاجة شي ورد بارتيجيتها معاكم قبل. بطاطا سكالوب هريسة حربي طماطم زينة بصيلة جويدة سنينة ثوم شوية تابل وكروية معدنوس. نخلطهم ببعضهم. سكالوب متاعي نقليه جويد والا نقصه البطاطا كيف نقصها ديكوب ونقليها. سكالوب متاعي نقليه من بعد نلمهم بالشابير وعظيمة وشوية فلفل كحل ونقليه. لهنا يقولون متاع الفلفل حبيت نوريها لكم. ديجا فلفل المحشي ديجا فلفل المحشي كيفاش عملته. عملت بنفس الطريقة بطاطا مسموطة. لهنا خبز الجاتو حبيت نوريه لكم شوفوها كيفاش السلامبي طلعت بالباهي فوق الغاز. حطيت لها الركاحة متاع الفورمة وبقيت طيبة مريقلة فوق الغاز. لأن كي نقلي في البطاطا اللي باش نعمل بها الفلفل المحشي بطاطا اسكالوب كيما وريته لكم الطريقة هذيك متاع التختوخ. زدت عليه شابلور، زدت عليه فرماج، زدت عليه معدنوس وعظيمة لميت بها وعبيت القرون متاعي وقليتهم. انا خبزت الجاتو السلامبي طابت. هذه يا امي بعد خمرت الطابونة خرجتها وعركها بيديها توا باش تكعبرها كعابر وتعمل عليها الفرينة وتخليها على جنب تخمر. مادام خرجت شعلت الطابونة متاعها كما باقيين تشوفوا لهنا. صدقوني انا تو نعمل لكم في المونتاج بعد شغال فتصدقوني مرقة الجلبانة والطابونة بنة عالمية بالرسمي. انا بيدي اليوم كي جينا نحكوا شنو البروجرام باش نطيب قلت لها ماما بربي راني شايه خبز الطابونة متاعك وعاملين معاه مرقة وقت شقان الفطر. معناها اقترحوا الكل مرقة جلبانة خاطر الحقيقة بنينة بخبز الطابونة. هنا كيما وريتكم فرشة منديلة حاطت الخبيزات متاعها بعد ما مسحتهم بالفرينة باش ما يشدوش. من بعد باش تحطهم معناها تبسطهم شوية وترجع عليهم الغطاء. كالحكاية متاع نص ساعة ما شعلت معناها الطابونة متاعها خاطر الطابونة لازم تشعلها بالحطب وتحمى باش تنجم ترمي فيها الكسرة متاعها. باهي لهنا شاباتي حليناها بالزيت كيما تراو. عطينا فيها فرماج هريسة عظم تون موتزاريلا وبصيلة جويدة جات زاده بينا مش نورمال. ومن بعد ترجع كما باقيين تشوفوا ديجا ترجع فيها قدامكم اختي. ديجا هي اختي اللي بقيت تعمل فيها الحقيقه في شقان الفطر كل واحد يعمل حاجه. ومن بعد سلامبي تبدا الميده متاعنا فيها كل شيء. وربي يدوم علينا النعمه وربي يعطينا صحه الابدان يا ربي حني. وان شاء الله ديما ملمومين وفرحانين وزاهيين بجاه يا نبينا محمد. لهنا الشاباتي متاعنا ديجا حطيتها فوق الغناء نطيب فيها كما باقيين تشوفوا. لهنا الطابونة متاعي معناها خصلان تحمرت ومريقلة. مسحت امي معناها بقطنية قبل ما تحط الكسرة. بعد حطت الخبيزات متاعها لهنا كي حبيت ديجا خرجت خاطر احنا عاملينها لبرا الحقيقة مش في فوق السطح ولا حاجة. عنا بجنبنا قطعة متاع ارض عاملين فيها الطابونة كيما تراو. لهنا خبز الطابونة متاعنا بقي يطيب في الجوجة. لهنا خبيزة الشاباتي متاعي كما باقيين تشوفوا فوق الغاز.
لهنا خبيزات الطابونة صلاً بي دخلتهم أمي كيما تشوفوا بنة عالمية، والفيحة والنظافة والريحة. ربي يفضلنا وميمتي، وربي يطول في عمرها، وإن شاء الله ربي يخلي كل ميمة ويرحم كل ميمة متوفية ويصبر وليداتها. ما تنساوش عاد الدعم الدعم الدعم، دعمكم يفرحني. لابوني، الفيو، الكومنتير المزيان، اكي الجيم. صدقوني ما تصوروش قديش نفرح كيف نلقى كومنتير والا نلقى ابوني جديد. هذه الكفتة متاعي، هذه سليطة متاعي كيما باقيين تشوفوا فيها، زينتها بقرايم بالعبيد. هذا مكعبات الشاباتي كيف حاضروا. هذه الخبيزة متاع ميمتي ربي يفضلها لنا. هذه خبيزة الجاتو بعد ما طابت شحرتها بالشحور وهرست لها اللوز كيف معني اخر. معني اخر عملت لها رحيت لها طري فلوس. لهنا عملت كعيبات كريمة، وربي يدوم علينا النعيمة. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الرحمن.